مشاهدة مباراة النادي الرياضي البنزرتي والنادي الافريقي، مباراة كأس بيتم على الكلمة. الوقت القانوني والاضافي 0-0، اللجوء للركلات الجزاء الترجيحية. الركلات الترجيحية ستكون فاصلة لمعرفة من سيكون صاحب هذا الحظ هذا اليوم للمرور إلى الدور النصف النهائي. 0-0 في الوقت القانوني والإضافي بين النادي الرياضي البنزرتي وكذلك النادي الافريقي اليوم في ملعب 15 اكتوبر ببنزرت. الكرة الأولى للنادي الرياضي البنزرتي كما تشاهدوا على الصورة. يتقدم حمزة المسعدي، عيناق بين فاروق بن مصفى وحمدي القصراوي. الكرة عند أمير العيادي حكم المباراة. الكرة الأولى لصالح النادي الرياضي البنزرتي. حمزة المسعدي في التنفيذ. أولى الركلات الجزاء الترجيحية للنادي الرياضي البنزرتي. أمامه فاروق بن مصفى. حمزة المسعدي في مكانه، الكرة في مكانها وفاروق بن مصفى أيضا في مكانه. كل الجماهير الموجودة لهنا واقفة تتابع ركلات الجزاء. من سيكون صاحب الحظ هذا اليوم للمرور إلى الدور القادم، الدور النصف النهائي لمسابقة كأس تونس. أولى ركلات الحظ للنادي الرياضي البنزرتي. على الكرة حمزة المسعدي أمامكم على الصورة. مباراة النادي الرياضي البنزرتي والنادي الافريقي ما شاهدناش مستوى كبير للمباراة للأمانة. 0-0 في الوقت القانوني والإضافي. اللجوء الآن للركلات الترجيحية لمعرفة من سيكون موجود في الدور النصف النهائي. حمزة المسعدي ينتظر إشارة الحكم أمير العيادي، وأمير العيادي قاعد ينتظر كذلك. لو الزملاء يعطونا الصور للحكم. حكم كان نبه لخروج بعض العناصر الموجودة قريبة من حافة الميدان، يعني ما يلعب الركلات الترجيحية إلا ما يخرجوا. في اللحظة هذه يمشي حمزة المسعدي، قريب منه أمير العيادي حكم المباراة. وأولى الركلات الترجيحية للنادي الرياضي البنزرتي. حمزة المسعدي في التنفيذ. حمزة المسعدي في التنفيذ. حمزة المسعدي اللي خذا مكان جاسم الحمدوني. حمزة المسعدي يتقدم. حمزة المسعدي ويتصدى فاروق بن مصفى. يتصدى فاروق بن مصفى. يتصدى فاروق حارس مرمى النادي الافريقي. ضايعة من حمزة المسعدي، ضايعة ركلة الجزاء الأولى من حمزة المسعدي. يتصدى فاروق بن مصفى. ركلة الجزاء الآن بالنسبة للنادي الافريقي. غازي العيادي امامه الحارس حمدي القصراوي امامكم على الصوره. غازي العيادي في تنفيذ. غازي العيادي في تنفيذ اولى ركلات الترجيح بالنسبه للنادي الافريقي. غازي العيادي وتصدى حمدي القصراوي. يتصدى حمدي القصراوي. مباراة حراس المرمى. مباراة حراس المرمى الآن. التشويق ما زال في هذه المباراة. أمامكم بالعرض البطيء على الموقع الرسمي للجامعة التونسية لكرة القدم. هذه كرة والثانية لصالح النادي الرياضي البنزرتي. التنفيذ من ماهر بصغير. عالية الكرة
عالية كورتو، ضايعة ضايعة ضايعة. ركلة الجزاء الثانية بالنسبة للنادي الرياضي البنزرتي. عالية كورتو والضايعة. حسرة كبيرة. بلال العيفة يتقدم لتنفيذ ثاني ركلات الترجيحية للنادي الافريقي. ضيع حمزة المسعدي للنادي الرياضي البنزرتي وضيع ماهر بن صغير. كورته كانت عالية. بلال العيفة في تنفيذ ثاني الركلات الترجيحية بالنسبة للنادي الافريقي. مرة أولى حمزة المسعدي كان سدد وتصدى فاروق بن مصفى، ثم غازي العيادي وتصدى حمدي القسراوي. ماهر بن صغير من جانب النادي الرياضي البنزرتي كورته عالية. والآن بلال العيفة، والآن أمامكم على الصورة بلال العيفة. بلال العيفة أمام حمدي القسراوي. بلال العيفة، بلال العيفة، بلال في الشباك. ناجحة من بلال العيفة. بلال العيفة ناجحة. محمد الحبيب يكن امامكم على الصورة يتقدم لتنفيذ ركلة الجزاء الترجيحية الثالثة للنادي الرياضي البنزرتي. محمد الحبيب يكن عمل مباراة كبيرة اليوم ضد النادي الافريقي. محمد الحبيب يكن امامه فاروق بن مصفى. محمد الحبيب يكن، محمد الحبيب يكن، وناجحة من محمد الحبيب يكن. ناجحة من محمد الحبيب يكن. قلت عملت مباراة ممتازة محمد الحبيب يكن، كذلك سجل مكان والكرة في مكان. الثالثة بالنسبة للنادي الافريقي. يتقدم الزيمبابوي ماتيو رودسكي. روزيكي يحط الكرة في مكانها، يثبت عليه الحكم أمير العيادي. ماتيو روزكي، روزكي في التنفيذ، روزكي في الشباك. ناجحة، ناجحة من الزيمبابوي. ناجحة ركلة الجزاء اثنين واحد إلى حد الآن للنادي الإفريقي. هذا سيف الله حسني قائد النادي الرياضي البنزرتي في تنفيذ الرابع ركلات الجزاء بالنسبة للنادي الرياضي البنزرتي. سيف الله حسني كذلك مردود كان اليوم ممتاز في الدفاع لسيف الله حسني. سيف الله حسني يتقدم فسيف الله، سيف الله يتصدى فاروق، يتصدى فاروق بن مصفى، يتصدى فاروق بن مصفى لكرة سيف الله حسني. فاروق بن مصطفى تصدى لزوز كرات الان، زوز ضربات جزاء شدهم فاروق، واحده لحمزه المسعدي وواحده لسيف الله حسني. في المقابل ماهر بن صغير ضيع، ومحمد الحبيب يكن كان ناجح في ركله الجزاء نتاعو. محمد الحبيب يكن هذه رابع ركلات الجزاء بالنسبه للنادي الافريقي الجزائري مختار بالخيثر. مختار بالخيثر في التنفيذ، هل يكون حاسم مختار بالخيثر ام سيتصدى حمدي القسراوي؟
مختار بالخيثر، مختار بالخيثر في تنفيذ، مختار بالخيثر امامه فاروق، مختار بالخيثر يسدد على العارضه، على العارضه الكوره، على العارضه كوره مختار بالخيثر، على العارضه كوره مختار بالخيثر الجزائري. ملا تشويق الى حد الان، حتى في الركلات الجزاء الان مباراة مشوقة الى ابعد الحدود. ضيع مختار بالخيثر. هاي الاعادة كيفاش ضيع مختار بالخيثر. بلال السعيداني يحط الكرة في مكانها. بلال السعيداني في تنفيذ ركلة الجزاء. بلال السعيداني، بلال السعيداني سدد على العارضة، على العارضة يضيع بلال السعيداني، ضيع بلال السعيداني. ومبروك للنادي الافريقي التأهل للدور النصف النهائي، حظ اوفر للنادي الرياضي البنزرتي. ضيع بلال السعيداني كرة كانت على العارضة كما تشاهدوا على الصورة. فرحة كبيرة من جانب بعض الأحباء اللي تنقلوا لهنا المدرجات ملعب 15 أكتوبر